الإسلام، يتسترون باسم الإسلام والإسلام منهم براء. هؤلاء لماذا الذين أفتوا للليبيين لا يفتون بمهاجمة قاعدة السيلية؟ لماذا؟ يا شيخ القرضاوي، أنا أوجه لك وأتحداك أمام الشعب العربي وأمام الأمة الإسلامية وأمام أحرار العالم أن تخرج على الفضائيات وتفتي للشعب العربي وللشباب العربي بجواز قتال الأمريكان في شوارع الخليج، وبجواز مهاجمة قاعدة السيلية، وأن الجهاد واجب والأرض العربية والإسلامية محتلة. اخرج إذا كنت مسلما حقا، وإذا كانت فيك ذرة من الشرف ومن الكرامة، وإذا أنت ماكش طابور خامس، اخرج افتي للمسلمين بأن يهاجموا قاعدة السيلية. قاعدة السيلية اللي فيها القيادة العسكرية الوسطى اللي تقود كل المؤامرات ضد الأمة الإسلامية وضد الأمة العربية وضد الإسلام وضد العروبة. لماذا هذا الكذب، هذا النفاق؟ أين هو الإسلام؟ اخرج تحدث. شيخ الصلابي، إذا كنت مسلما حقا افتي للجماهير العربية بأن تهاجم القواعد الأمريكية، بأن تهاجم القواعد الأمريكية في كل مكان. لماذا تفتون للشباب الليبيين أن يهاجموا القواعد الليبية والقوات المسلحة الليبية، الشعب المسلح والأمن الليبي؟ مسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا تفتون للشباب الليبيين إذا لم تكونوا عمال لأمريكا والغرب؟ افتوا للشباب العربي بأن يقاتل أمريكا في الخليج وفي العراق. السيلية يا شيخ القرضاوي جنب حوشك، جنب بيتك السيلية يا شيخ القرضاوي، جنب بيتك في قطر، تتنعم وتأكل وتشرب، والطائرات الأمريكية كل يوم تهز رواش الحوشك شبابيك بيتك. لماذا لا تفتي وتقول للشعب العربي وللشباب المسلمين الجهاد واجب، الجهاد واجب، نحن أمة محتلة، أرض محتلة. لماذا لا تفتوا بمهاجمة فئة الأسطول الخامس في البحرين وغيرها، والقواعد الأمريكية والقواعد الفرنسية في الخليج وفي كل الدول الخليجية؟ لماذا تفتوا للشباب الليبي بتدمير ليبيا وبمهاجمة الشعب المسلح في ليبيا اللي يقود في المعركة ضد الإمبريالية وضد الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني؟ احنا دربنا الشعب الفلسطيني ودربنا المناضلين في كل أحرار العالم، وهؤلاء الجنود الليبيين قاتلوا ودربوا كل حركات التحرير اللي تقاتل في أمريكا واللي تقاتل في الغرب، وأنتم اللي أفتيتوا للشباب بأن يقاتلوا حليف العرب. أنتم اللي أسقطتوا الاتحاد السوفيتي من خلال فتاوى